هاي، أنا هدير. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيبقى روتين كده بسيط قوي. هيبقى روتين في أوضة الليفينج. أنا لسه صاحية، صباح الفل بقى عليكم. يا دوبك فطرت وقلت بقى ايه أدخل على الليفينج كده، كان فيها شوية حاجات قلت أعملها. بس طبعا بقى قبل ما ابدا معاكم الفيديو، بتمنى اي حد مش عامل لي اشتراك في القناه، بتمنى ان هو ينزل كده بسرعه يعمل لي اشتراك، كمان يفعل زرار الجرس عشان خاطر توصل له كل حاجه جديده انا بنزلها. وما تنسوش تحطوا لي لايك او لايكات كتير قوي. انا بصراحه ما بعرفش اعمل اي حاجه في البيت غير لما افطر الاول. اول حاجه لازم افطر، وبعد كده اعمل كوبايه نسكافيه او كوبايه قهوه او اي حاجه كده اشربها. وبعد كده اقوم بقى اشوف ايه اللي ورايا علشان خاطر اعمله. النهارده انا كنت نازله ورايا مشوار مهم جدا، فقلت اخلص كده الليفنج فيها شويه حاجات، قلت اخلصها الاول قبل ما انزل، وبعد كده بقى ايه ابقى انزل نشوفه كده مشواري واشوف انا هروح فين وهاجي منين. كنت شايله الفرش بتاع الكنبه بتاع الركنه ده، كنت شايلاه وكنت غسلاه ونشراه كده. يا دوبك بقى ايه هنفض الكنبه دي. بصراحه عايزه اقول لكم ان انا استخدمت جهاز البخار، كان موجود عند والدتي، لقيته عندها بس هي ما استخدمتهوش غير مرة، وبعد كده كانت سايباه، يعني ما عملتش بيه اي حاجة، سابته فترة طويلة قوي. وبصراحة تجربتي معاه كانت سيئة جدا جدا جدا. ما اعرفش بقى هل ده من الركنة ولا لأ. كنت مصورة فيديو وانا بنضف بيه الركنة، بس بصراحة ما كانش حلو خالص. لو عايزين انزل لكم الفيديو دوت واقول رأيي بصراحة اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ده منتج اسمه سيترس، المفروض ان هو بينظف بس المفروشات، بصراحة ما طلعش احسن حاجة، ما طلعش زي ما انا ما متخيلة. يعني في منتج تاني منظف المفروشات بتاع ماي واي، ده يعتبر احسن نوع انا استخدمته، بصراحة تحفة جدا جدا جدا. يعني انا بحط منه شويه صغيرين على حبه ميه، وبجيب فوطه وبمسح كده. عايزه اقول لكم بيطلع بلاوي سودا، بصراحه بتفاجئ بحاجتي. يعني ممكن الاقي الحاجه اصلا انا شايفاها قدام عيني نظيفه، لما اجي اعمل الاقي الفوطه بقت كميه تراب فيها رهيبه، مش قادره اوصف لكم يعني. فالواحد بيقول ده كده والمفروض ان انا حاطه الكفر كمان، فما بالكم بقى لو مش حاطه الكفر هيبقى المنظر والوضع عامل ازاي. بس انا هنا بقى في القاهره انا مش لاقيه المنتج ده، دورت عليه كتير. انا في اسكندريه طبعا بلاقيه بسهوله، لان اصلا شركه ماي واي في اسكندريه، معرفش بصراحه اذا كان في منها في القاهره او لا. بس هنا في اكتوبر ما لقيتش، دورت كتير قوي بس بصراحه ما لقيتش منها. فالراجل يعني قال لي السترس ده كويس ومش عارف ايه وكده، جبته بس لا ما عجبنيش الصراحه. يعني انا اخري مثلا بمسح بيه الرخامه، بعمل بيه الحاجات دي، انما كالمفروشات والكلام ده، يعني الانتريه الركنه الكلام ده لا 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 ما عجبنيش خالص 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 يعني. ف ما اعرفش، حاسه ان الناس كلها الحاجه اللي الناس بتبالغ فيها بحسها دايما بتطلع مش احسن حاجه، ما اعرفش ليه. المهم هنا بقى جيت على الكنبة التانية. بصراحة أنا عارفة كل واحد عارف حاجته، لما خلاص كده هي محتاجة تتغسل. فأنا عندي ركنة خلاص هي محتاجة تتغسل، بتقولي ارحميني واغسليني، فأنا مش عارفة بصراحة اغسلها بإيه. فقلت لها خلاص بقى معلش اصبري كده معايا شوية عقبال بقى ما الاقي اي حاجة اعرف ان انا انضف بيها. كان نفسي قوي ان جهاز البخار ده يطلع حلو، بس للأسف يعني انا هبقى انزل لكم فيديو لوحده عن تجربتي معاه، وهوريكم بالفيديو ايه اللي حصل معايا. بس انا بصراحة مش عايزة اظلم المنتج نفسه، علشان خاطر ممكن يطلع في الاخر اللي حصل ده حصل بسبب الركنة، يعني ما يكونش حصل بسبب المنتج نفسه. فبصراحة مش عارفة، عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات. هو الماركة بتاعته اسمها هاي تك تقريبا، وعايزة اقول لكم ان هو بعلبته وبحاجته وبكل حاجة. ف مش عارفة بصراحة، بس برضو ايه مش هظلمه مش هظلمه معايا. المهم ابتديت كده، كان في شوية حاجات كده كده بقول لكم على المنتج اللي انا بستخدمه ده، بقول لكم ان هو مش حلو، فقلت اجرب كده احط في الفوطة وبعدين امسح بدل ما احط على الركن على طول. برضو ما نفعش معايا خالص بصراحة. اخره بس ان انا بمسح بيه الرخامة، الترابيزة البلاستيك دي، الحاجات الهبلة دي، انما كمسح حاجات لا ما عجبنيش بصراحة. المهم بقى ايه، قلت بقى افرش
الركنة دي أنا حاسة يعني جهاز البخار من كتر ما أنا باشوف إعلاناته، من كتر ما أنا باشوفه وباشوف البلوجر كله بيستخدموه، حاسة إن هو حلو جدًا، وفي مكنسة كمان بالبخار دي حاساها قمر أوي بجد، حاسة إن أنا لو استخدمتها هتطلع حلوة جدًا، ما أعرفش ليه يعني حاساها جميلة أوي. بتنضف بقى الشبابيك وبيبقى فيها جزء رفيع خالص بينضف الحتة بتاعة الألموتيل الرفيعة اللي احنا ما بنعرفش نوصل لها دي، بينضفها بيخليها زي الفل. فبصراحة الواحد نفسه يجيب الحاجات دي، يعني حاسة ان هي هتبقى حلوة جدا 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 في التنظيف، مش عارفة ليه. مش عارفة بقى هل انا يعني بيستهيأ لي والّا إيه، والّا الحاجة اللي بنشوفوها غير اللي بنستخدموها، بصراحة مش عارفة. المهم كده أنا خلاص فرشت كده الركنة زي ما انتوا شايفين. حطوا لي لايك بقى يا جماعة، حطوا لي لايك. المهم هنا زي ما انتوا شايفين كده، آه انا عارفة، بصوا يا بنات، عشان القناة دي جديدة وفي ناس كتير متعرفنيش. انا اصلا في اسكندرية، وشقتي وحاجتي وكل حاجة في اسكندرية. فالشقة دي تعتبر مش جاهزة، يعني احنا بنجهزوها واحدة واحدة، مش بنجيبوا فيها، ما جبناش فيها لسه كل حاجة. فهي محتاجة سجادة، احنا لسه ما جبنالهاش سجادة، بس حاطة لها بقى الكفر ده كده ايه، حاطاه كده هنا مؤقتا، حاطة الكفر ده هنا مؤقتا كده على بال ما نجيبه السجادة ان شاء الله بإذن الله. فواحدة واحدة بنجهز. للي متابعني بقى من زمان كانوا متابعيني من قبل بقى ما اركب الستاير، ومن قبل بقى ما احط حاجات كتير جدا في الشقة، فكنت بقى بعمل واحدة واحدة. كان كل ده بقى كان موجود في قنواتي التانية، بس للأسف في القناة الكبيرة دي كانت داخلة على 90,000 مشترك، بس كان فيها مشكلة وللأسف أنا بعتها. وكان في قناة تانية بقى كنت عاملاها، كانت تقريبا حوالي 2000 مشترك، دي كانت لسه جديدة، كنت لسه بعملها وقفلوها لي، اليوتيوب قفلها لي، معرفش ليه ومعرفش ايه السبب بصراحة. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فما بقاش عندي غير القناة دي. لسه عاملاها جديدة، فبتمنى بقى ان هي تكبر وتعوضني عن القنوات اللي راحت مني، يعني بتمنى بقى. فبتمنى لو انتي وصلتي لحد هنا وما دوستيش لايك، دوسي لايك. وبتمنى لو انتي وصلتي لحد هنا ومش عامله اشتراك في القناه، بتمنى طبعا ان انتي تدوسي اشتراك وتفعلي زرار الجرس طبعا. المهم بقى ابتديت اكنس المكنسه العقيمه بتاعتي دي. مكنسه توشيبا يا جماعه، بجد من ابشع المكانس اللي ممكن اي حد يجربها. انا مش سامعه انتوا سامعين صوت الغربان ولا لا، بس انا في العماره اللي في وشي، في العماره ايه، في وش العماره على طول في شجره، الشجره دي بتاعت غربان، شجره كبيره جدا، يعني شجره مثلا تعمل لها بتاع 7 ادوار. المهم صوت الغربان، عايزه اقول لكم في الاول اول ما سكنت كنت بخاف جدا من صوت الغربان. مع الوقت سبحان الله، عايزه اقول لكم ان انا بقيت بحب صوتهم جدا جدا جدا، ما اعرفش ليه، يعني عمري في حياتي ما شفت حد بيحب صوت الغربان، بس انا بحب صوت الغربان، وبحس براحه نفسيه رهيبه لما اصحى على صوتهم كده. صوتهم قمر قوي بجد، مش عارفه بقيت بحبه قوي. مش عارفه انتوا كمان سامعينه ولا لا. المهم باحاول بقى إيه كده إن أنا أنزل بقى تحت الكنب وتحت الركنة وأعمل من هنا وأعمل من هنا، عشان خاطر دي الأوضة اللي إحنا بنقعد فيها على طول، فطبيعي بقى بيبقى فيها فرفتة بقى مطرح الأكل ومطرح الولاد ومطرح البسكوتات والشيبسي والحاجات دي كلها، فطبيعي يبقى فيها بقى إيه شوية حاجات كده. سامعين صوت الغربان؟ مش عارفة الصوت واصل لكم والّا لأ. انا كده خلاص يعتبر بقى خلاص قربت اخلص كده، بس حسيت ان وانا بعمل كده وانا ببص حسيت لا الكنبه من تحت محتاجه تتكنس تاني. رحت قلت لا انا هشفطها كده، لما ببص من بعيد غير لما ببص من قريب، فقلت لا محتاجه اشفط، اشوف كده لو في اي حاجه تحت كده ايه محتاجه اشفطها بالمره. خلاص كده الحمد لله يا جماعة، يعتبر خلصت الليفينج هنا. هبتدي بقى ان انا احط ان انا انزل الستارة الفاتحة. بحب قوي ان انا ايه بعد ما بخلص خالص انزل كده الستاير الفاتحة، وارش كده بقى المعطر بتاعي كده، ارشه بقى في الأوضة كلها، بجد كمية راحة نفسية رهيبة يا جماعة، بجد بجد. بحب قوي احط على الستاير عشان اي هوا يجي
يقوم عامل أي هوا يجي في الستاير يقوم